وحي آمون حصل في معبد اسمه معبد آمون، بديهيات جدا، لأن آمون كان ليه أهمية كبيرة عند المصريين، واليونان شبهوه بزيوس، كان من أهم الآلهة عندهم. فالإسكندر كان ذكي وعارف إن المصريين بيحبوا عقيدتهم جدا، وعارف إن الفرس ما كانوش بيتعاملوا مع المصريين معاملة كويسة، ولا حتى كانوا بيحترموا المعبودات المصرية. فهيروح معبد آمون في سيوة بعد ما كان متجه لليبيا، وبيقال وهم في طريقهم للمعبد إن المرشد اللي بيوصلهم للمعبد تاه، وإن اللي بدأ يرشدهم للطريق للمعبد حيتين، وفي رواية بتقول إن الطيور هي اللي دلتهم على الطريق. وأول ما الإسكندر وصل للمعبد حياه الكاهن وقال له مرحبا بابن آمون، وده معناه إن الكاهن بيعامله معاملة الملوك المصريين. وطلب منه الكاهن إنه يدخل قدس الأقداس، وطلب منه كمان إن الحوار اللي هيدور بينه وبين آمون هيبقى حوار ما بين أب وابنه، فلازم يكون سر وما يقولش اللي هيتقال جوه لحد. قدس الأقداس بيبقى مكان في آخر جزء في المعبد، ومكان مش أي حد بيدخله، وبيبقى فيه دايما تمثال للإله اللي معمول عشانه المعبد. وبالفعل الإسكندر دخل قدس الأقداس، وأما طلع قال لهم إنه سمع اللي كان بيتمنى إنه يسمعه. فطبعا صحاب الإسكندر كانوا عايزين يعرفوا إيه اللي حصل جوه وإيه اللي اتقال. فالإسكندر بدأ يسرب لهم كده كام حاجة. ممكن حد دلوقتي يقول لي مش كده يعتبر إنه خلف بكلامه مع الكاهن؟ هقول لكم إن الإسكندر ما حلفش إنه مش هيقول حاجة. المهم اللي قدرنا نعرفه من اللي حصل جوه قدس الأقداس إن الإسكندر سأل آمون هل اللي اشتركوا في قتل بابايا فيليب الثاني اتعاقبوا؟ فآمون قال له حصل. فالاسكندر قال له هل آمون هيساعدني في اني اسيطر واحكم العالم؟ قال له حصل. فخرج الاسكندر وهو مبسوط وبقى لقبه ابن آمون. بعد ما الاسكندر ساب سيوة واتجه لمنف بدأ ينظم الحكم في مصر. قسم مصر لجزئين، مصر العليا ومصر السفلى، وعين على كل واحد فيهم زي قائد، فكان موزع المهام على كذا حد، ما كانش حاطط سلطة كاملة في ايد شخص معين، بس في شخص هياخد سلطة كبيرة، والشخص ده هيبقى كليومينس، مسؤول عن إدارة الشؤون المالية في مصر، وهنعرف بعدين هيعمل ايه. الاسكندر بعد ما ظبط الدنيا في مصر هيرجع يكمل رحلته في مطاردة الفرس وتوسيع الإمبراطورية بتاعته. فداريوس الثالث هيعرض عليه فلوس، وهيعرض عليه انه يجوزه بنته ويديله غرب الفرات. فطبعا عرض زي ده ما يتفوتش، بس الاسكندر هيقول له سوري مش عاجبني العرض ده، وهيدخل مع داريوس في معركة اسمها جو جميلة في 331. فداريوس هيتعلم من أخطائه في معركة إسوس، وهيقرر هو مكان المعركة، بس هيتهزم عادي جدا من الاسكندر، وهيهرب داريوس لشمال العراق. الاسكندر هيدخل بابل وسوسة، وهيظهر احترامه للآلهة الرئيسية بتاعة المدن دي. وفكرة ان الاسكندر كل بلد يدخلها يلبس زيهم ويعبد الآلهة بتاعتهم حاجة كانت بتضايق منه الجنود بتوعه، لانهم حسوا انه بيتجاهل التقاليد المقدونيه بتاعتهم. واللي ضايقهم اكتر هو جوازه من روكسانا، لانها كانت بنت احد النبلاء من الفرس، وده معناه ان ام الوريث بتاعه عرش الاسكندر هتبقى فارسيه. الاسكندر هيدخل المدينه الاساسيه اللي كانت مقر الفرس، وهيتعمد انه يدمرها، فكده مش هيبقى باقي غير انه يمسك داريوس. بس قبل ما يمسكه هيجي خبر وفاه داريوس في 330 قبل الميلاد، لان داريوس هيتم اغتياله من احد النبلاء بتوعه. فالاسكندر هيقول ازاي ده يحصل، ازاي حد غيري يقتله، وهيقول لازم حق ملك الفرس يرجع. فهيعدم اللي قتل داريوس، وهيعمل مراسم دفن لداريوس، ويعلن نفسه وريث للعرش الفارسي. الاسكندر هيكمل غزو لحد الهند في 327، وهيبقى عايز يكمل ويشوف في ايه تاني في العالم هو محتلوش، بس الجنود هيبقوا خلاص جابوا اخرهم. فالاسكندر هيقرر انه يرجع خلاص على بيته ويرتاح. ففي وقت رجوعه هيتعب في 323 قبل الميلاد، ويموت الاسكندر بسبب الملاريا في بابل.